كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة سعيدة علينا وعليكم، يا رب تعود علينا بألف خير احنا وانتم بإذن الله. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل الكسكسي المبروك، ماشي، اسمه كسكسي شرقاوي، حاجة ايه كده جميلة جميلة، ان شاء الله هتشوفوها وهتعجبكم، ان شاء الله هتعتمدوها وتعملوها على طول. هو عبارة عن دقيق ومية وفيها ملح، المية دي انا مملحاها، حطيت فيها الملح، ماشي. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهو بصي، بالتنكي تعملي كده، تعملي كده بحيث ان هو ما يبقاش عجين. تشربي الميه في الدقيق، حبه الميه دول الدقيق اللي انت عاملاهم كلهم يشربوه، ماشي. تنكي بقى تبرميه كده، تاخدي من الدقيق وتبرميه على ايدك كده، من الدقيق وتبرميه على ايدك كده، اهو ماشي. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ربنا يصلح حالنا وحال الناس كلها يا رب، وان شاء الله هيعجبكم وهينال رضاكم باذن الله. يلا هفركهم وارجع لكم تاني عشان اوريكم بعد كده هعمل ايه. اهي يا حبايبي عندي بتاع الديارات، اي حد بتاع ديارات انت هتلاقيها عنده، ومطارح وكده، تمام. انا هنقل بقى هنا، هنقله هنا واوريكم بعمل ايه بعد كده. اهو يا حبايبي شلت اللي انا عملته بالميه من الطشت خالص عشان اعرف ايه احطه في الدياره واعرف ايه ابرمه بقى. هو ده الحركه بتاعت المبروك، تفركيه على ايه، على عيون الديار اهو، تنيكي تفركيه لحد كل ما بيتصفى من تحت الدياره كده اهو، كده اهو كده، كل ما بيتصفى من على الدياره كده بيبقى فيه نسبة دقيق. نسبة الدقيق دي بتساعدك ان انت تفركي الحتة مثلا اللي جه عليها نسبة مية، زادت المية عليها شوية، ماشي، وبتبقى جميلة بقى. اهو اوريكم اللي تحت، شايفين اهو. خلاص هو هيعوز بقى ايه يتحلل، بس هخلص وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي هخلص واحطها على النار. يلا وادي الحله اهي يا حبايبي، حطيتها والميه بتغلي على خيرها اهي، لان اهم حاجه الكسكسي ما هو الا بخار، بيطيب على البخار اهو، تمام. تبيتي بقى الكسكسي كده، نسيبه بقى لما يبخر خالص. اهم حاجه طبعا الحله دي قديمه شويه، لما انتوا بقى ايه هتبقى حلتكم جديده الى حد ما، فمش هتطلع بخار من هنا كده. فانا هعمل حركه دلوقتي هوريها لكم، هي برضو في حركه قديمه شويه بس جميله وبتسد كل المسام ديت، هوريها لكم اهو. ادي ديت الحته اللي كانت مثلا بتطلع مني معجنه من الكسكسي، وارد طبعا، ماشي. بابل لها ميه كده هنا، بعملها كده اهي، تاخد الحرف من فوق ومن تحت اهي. دي بقى مش هتخلي البخار يطلع خالص، وتخلي الكسكسي يبقى جميل وياخد كل ميه البخار، كل البخار اللي هيطلع اهي لها ميه. هتني نعمل فيها كده بقى لحد ما ايه ما اخلصها وارجع لكم تاني اوريها لكم بعد ما خلصتها. شايفين اهو ده اللي انا بقول عليه، شايفين فاضل الحته دي بس وبتطلع كل البخار بتاعها بره اهو. فهو البخار ده طبعا زي ما قلت لكم هو اللي بيطيب الكسكسي اهو اهو، شايفين لازم تسديه خالص، بدل البخار ده بقى ما يطلع عليكي كده ويطلع بره اهو اهو. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. وتحاسبي بقى في الحته دي اول، لان دوت حرق على طول، لو جه على ايدك يحرقها اهو. خلاص سدينا البخار كده تمام والدنيا تمام. اجيلكوا بقى ايه، هو بيتردد مرتين اتنين، مره بيتقلب والمره التانية بيتردد بايه، بسر. السر ده بقى مش هقوله لكم الا مع ايه، مع التردد. يلا سلام.
ودي حبايبي اول ترديده، شايفين اول ترديده. هشيلها بقى بالقماشه بحالها كده. اسلكها كده الاول بس. تمام. ونزود الحله شويه ميه ونردده وارجع لكم تاني وانا بحطه. وادي الترديده الثانيه اهي كده. بقى هنحط عليه إيه شويه لبن وشويه ميه. وتعالوا بقى ما نشوف هنعمله ازاي. غير لما اجي اقعد عشان اوريكم انا هعمل ايه بالظبط، لان هي ديت اكبر تكايه لازم كلكم تعرفوا. تمام. اولا هو سخن مولع، هنتنينه نبرد فيه كده. لازم يبرد خالص وتعرف تمسكيه بايدك، عشان اول حاجه ديت تفكيها كده اهي. لازم كله تفكيه، ما تسيبيش حاجه مكلكعه. شايفين عامل ازاي؟ هو سخن مولع بس. برده وارجع لكم تاني عشان نحط الحاجات عليه. اهو يا حبايبي وكده بردناه خالص اهو ماسكاه في ايدي خالص اهو. حلو اهو. وفرفرته ما خليتش فيه ولا فرفوته مكلكعه. تمام. تعالوا بقى ادي سر الصنعه. شويه زيت تشربي ليه الزيت كله اهو، بحيث ان انت ساعه ما تزودي عليه، بحيث ان كل حبايه مبروم يغلفها حبه زيت، عشان لما تيجي تحط عليها اللبن ترديده اللبن بتاعتها ما تعجنش منك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش، مش هتعجن. انا عارفه المقدار. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص كده. يلا بقى نروح نحطهم في المصفى تاني اهو يا حبايبي. دي اخر ترديده بقى. ساعه ما ليه حركه كده، ساعه ما تحسيها هوريها لك. ساعه ما تحسيها خلاص تعرفي ان هو كده طاب ومستني الاكل. هغطيه بقى وارجع لكم تاني ساعه ما نيجي نبص عليه وهو اهو يا حبايبي. خلاص كده هو بصي بقى الحركه اللي انا قلت لك عليها عشان تعرفيه طب ولا لا. بصي بتهبدي كده اهو، تحسي قربي كده شويه، قربي لي كده شويه بس اهو. هتحسي ان هو عامل زي الجيلي كده، عامل زي الجيلي اهو كده. بقى نطفي عليه اهو وافضيه في الطبق بقى وعشان احط له سمنته. هفضيه وارجع لك تاني. وادي الكسكسي يا حبايبي بعد ما غطاه وحطينا له سمنته. الكسكسي ده بقى منه حادق ومنه حلو. الحلو تيجي انت عامله كده واي مكسرات بقى انت عايزاها اهو، واي مكسرات انت عايزاها. اما ده حادق وده حادق. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الكسكسي. هو غلبة شويه بس والله لو دقتيه وعرفت طعمه شكله هتنسي كل الغلبة بتاعته. ويلا كل مره وانتوا طيبين، وكل دقيقه في جديد، ورمضان ان شاء الله
كل يوم هيبقى فيه فطار وسحور. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.